يلا بقى عشان اقولك احلى طريقه للدوناتس. عجينه هشه وتحفه جدا جدا، ما بتشربش زيت نهائي. بصوا حلوه جدا جدا جدا. كملي باقي الفيديو وهتنسى اللايك والشير. في بوله بقى هنزل بكوبايه لبن دافي، معلقتين كبار سكر عادي، بيضايه واحده بس بدرجه حراره الغرفه، معلقه صغيره فانيليا سايله، لو بودره يبقى كيس، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره خل. هقلب كل المواد. معايا هنا 4 كوبايات هنزل بيهم على الخليط دوت واعجنه كويس قوي. مكانتها هنزل عليها بربع كوبايه زبده تكون متدوبه كده او تكون طريه بدرجه حراره الغرفه، واعجنها كويس قوي لحد ما تبطل تلزيق كده معايا. بنعجن فيها لحد ما تبقى كده معايا. بصوا عجينه طريه وما بتلزقش، حلوه جدا. هسيبها تخمر لمده ساعه. هي احتاجت معايا كمان لان كل نوع دي بيختلف عن التاني. لو احتاجت معلقتين لبن ومعلقه زبده اهي. هسيبها تختمر ساعه ونرجع نشكلها. ما شاء الله مختمره حلوه جدا. نجيب الرخامه بقى رشه رشه خفيفه كده من الدقيق. احط العجينه كلها وانزل عليها كده بالرول بالنشابه كده بقى بالكوبايه او اي قطعات عندكم اهي. بصوا كده، ونجيب اي بلبله كده او غطا ازازه مفيش اي مشكله. هنعملها كده. بصوا اهي، احطها بقى على ورقه زبده او على صينيه تكون مرشوش عليها دقيق اهي. هسيبها بقى، هقطع كل الكميه بنفس الطريقه وهسيبها تخمر. بصوا السمك بتاعها سخنه على النار. بعد ما اختمرت خدت معايا حوالي ساعه الا ربع او ساعه حسب الجو. هنزل بقى فيها دوناتس. بشيل بقى ورق الزبده خالص كده ملوش لازمه. لما بياخد لون بقلبه على الناحيه التانيه. نخلي بالنا لان الخطوه دي سريعه جدا ان هو بياخد لون بسرعه. اهم حاجه النار تبقى وسط. بس هو كده تمام قوي. طلعوا اللي باين في الدوناتس ده دليل ان العجينه معانا حلوه قوي وناجحه جدا. بصوا ما شاء الله تحفه جدا. هنا معايا شوكولاته رايحه على حمام ميه. هنزل بقى بالدوناتس كده. بصوا اهو، واحطه بقى على جنب هنا كده لحد ما الشوكولاته تتماسك. دي برضو كام واحده كده عليها رشه سكر. ممكن بدل الشوكولاته تحطي سكر بودره عادي. هنا بعمل مجموعه كده ومجموعه كده. تحفه. بعد ما خلص تحفه جدا. بصوا الكميه ما شاء الله، ده غير اللي بتاكل كمان يعني. بصوا افتحها قدامكم، عجينه هشه جدا. بصوا عايزه اوريكم قد ايه هي هشه من جوه. تحفه جدا جدا جدا. جربوا الطريقه ان شاء الله هتعجبكم.